الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى، وكمل السعود بأشرف مولود حوى شرفا وفضلا، شرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بوجوده عدلا، حملت به آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا، ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحولا في خلع الوقار والمهابة يجلى. وولد نبينا صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أفضل منه ولا أحلى، بنور ساطع كالبدر، بل هو أعلى وأغلى، وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى، وذكره على مر الأيام والليالي يكرر ويتلى. وصلاة وسلاما أتمين أكملين على من قال عنه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلاة وسلاما على من خاطبه ربه تبارك وتعالى في قرآنه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلاة وسلاما على من قال قائلهم فيه: أغر عليه للنبوة خاتم، من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال المؤذن في الخمس أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمة منك يا أرحم الراحمين. أيها الأخوة المؤمنون، من تلك الساحة الطيبة، ساحة مسجد المنشية، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، حيث اجتمعنا في تلك الليلة المباركة لنحتفي ونحتفل بذكرى هي أعظم الذكريات على قلوب محب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ فهي ذكرى ميلاد النور الذي بدد الله تبارك وتعالى به الظلمات. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الحضور، خير ما نستفتح به حفلنا هذا المبارك آيات من الكتاب الحكيم والذكر العليم، آيات من الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به هدي إلى صراط المستقيم. قارئنا في تلك الليلة فضيلة الشيخ عوض سراج، نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين، اللهم آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما
في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد إنما الله إله واحد سبحانه سبحانه إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لن يستنكف
يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم.